الحداوي ما كيسعد حتى شي واحد وما كيتمناش انه يكون يسعى وكيطالب بالحق ديالها في هذا الوطن السعيد، وكنتمنى انه تعطاني بحق ونعيش بكرامه. خير ما نبدأ بهذا اللقاء ان شاء الله هو آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك الأخ جواد. نخليو متتبعين على جريدة صوت ملاحظ يتعرفوا بك. متتبعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنصادفوا معنا الأخ جواد، يعني اللي ضرب طرقان وضرب طرقان طويلة باش يوصل لمدينة الرباط باش يوصل الصوت ديالو. متتبعينا جريدة صوت الملاحظ، نخليكم تعرفوا معنا على جواد والموهبة ديال جواد وشكون هو جواد. تفضل جواد. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية كبيرة، تحية عاطرة، وشكرا لأنكم لبيتوا النداء ديال جواد الحداوي. جواد الحداوي من مواليد 1990 تزاد في واحد الأسرة اللي هي كتنتمي للعالم القروي يعني البادية. قدر الله من فضله سبحانه وتعالى أنني تزاديت بدون أيدي وبدون رجلين، يعني بدون أطراف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضل الله سبحانه وتعالى أن ما التحقش بالتمدرس، ما كانش لي نصيب في التمدرس لأن الطريق كانت بعيدة وما كانش متوفرة الإمكانيات، لأن ما كانش عندك كرسي متحرك علاش تحرك، ما كانش بزاف ديال الحوايج. الاخوه ديالي اللي التحقوا بالتمدرس كنت ناخذ معاهم الكتب وكنقرا الاحرف، وحتى تعلمت انني نقرا، بقيت كنجتهد كنتابر، يعني تعلمت نقرا تعلمت نكتب. شي استاذ وتلميذ في نفس الوقت، في نفس الحاله، مجهودات فرديه فقط يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. من جاتك ديك القدره، يعني الحق اللي كيعلمها سبحانه وتعالى، هذا من فضل هذيك النعمه، ولو تسجد عليها الليل والنهار ما كيعلم بالقدر ديالها الا الله سبحانه وتعالى، لانه فتح البصيره ديالك. تصور لو انك كنت خديتي في الدوامه ديال ان عندك اعاقه وحبستي نفسك وكرهتي نفسك، انت اللي خاسر بنفس الوقت. ومع العلم ان مخلوق الواحد الهدف خاص دير، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حنا مخلوقين لواحد الدور خاصنا نقوموا به. يعني نقدروا نقولوا انت هو يعني مفتاح المغربي، هذاك الشاب اللي كان افتتح كاس العالم. يعني نقدروا نقولوا انت هو هذاك النسخه المغربيه. هي النسخه المغربيه، غير هذاك متوفره لي امكانيات انا. علاش ما توفرش كانت الامكانيات؟ ما عرفتش، الاسباب مجهوله يعني لحد الساعه. علاش من جاهلين المسؤولين؟ علاش كيتجاهلوا جواد الحداوي وهو في هذه الحاله؟ ما كيعلم به. واش فايت سبقتي بشي طلب يعني لهاد المسؤولين باش انهم يتساعدوا معاك باش يقدموا لك خدمات باش كذا؟ قدمت لهم طلب ما استقبلوش حتى السكر. فين هاد البلاصه هادي؟ العماله. ايش من عماله؟ ديال خريزه. راسل السيد العامل. اسمح لي، يعني هذا نداء الى السيد العامل او الناس المسؤولين بعماله خريبكه. راه سيدنا قال لك تقريب الاداره من المواطن، والمواطن راه الاولويه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي بحال الاخ جواد. هذا نداء لكم من هذا المنبر، كنتمناو انكم تراعيوا لهذه الحالات، حيت راه بزاف راه عيقتوا بهذا المصطلح اللي غادي نقول لكم. تفضل. راسلته عبر السات، وفي المراسله ديالي احيط كلمه علمكم السيد العامل بانني من ذوي الاحتياجات الخاصه. لحد الساعه ما كاينش جواب. العامل اللي كان قبل منه
واعدني باللفظ، واعدني بانه غادي يستقبلني نهار مشيت. بعث لي واحد من المسؤولين اللي كاينين في المعامله، قال لي سير شوف واش نبغى، قيد المسائل، شد المرا ديال التليفون، لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. ملي كتطرق الابواب ديالهم كيحتقروك، ما عرفتش علاش شنو هو السبب، وانت كطالب غير بالحق ديالك، ما باغي حتى شي حاجه، ما باغي تزيد حتى شي واحد على شي كرسي ولا شي حاجه، ما باغي تاخذ حتى شي واحد المنصب ديالو، بغيتي الحق ديالك، بغيتي الحق ديالك في العيش الكريم. ما عرفتش علاش كيحتقرونا، وما عرفتش علاش كيتجاهلونا، لاسباب ما عرفتش. تتحس بالحقره، كتحس بانك مقصي، كتحس يعني بانك غير موجود، مع ان الحق سبحانه وتعالى تعلم بالقدر ديالك، تعلم بالسريره ديالك اللي بينك وبينه سبحانه جل في علاه. شفنا بانك يعني قوي، يعني النفسيه ديالك قويه الاخ جواد. شنو تيخلي جواد يكون قوي بالنفسيه ديالو؟ شنو؟ انما يوفون الصابرون اجورهم بغير حساب. هذه اللي كتخلي جواد الحداوي انه مثابر بالحياه، انه صابر لوجه الله ويحتسب الاجر لله جل في علاه. جواد، واش ما عمرك فكرتي انك تنشوفوا الناس دابا بالكاريزما يعني بالقوه الجسمانيه ديالهم وكيبدوا يديهم؟ جواد، واش عمرك فكرتي انك تمدي؟ ما عمرني فكرت فيها وما عمرني نديرها، وكنتمنى من الحق سبحانه وتعالى حتى الا تصورت لي بالبالي قبط الروح ديالي، لانني ما رضاهاش لنفسي وما رضاهاش للغير. واي واحد كنشوفه في القوه الجسديه ديالو في الصحه ديالو كيمد يدو يعني بدون اي عذر شرعي، راه ما كيبقاش يبان ليا كاع، ما كيبقاش يساوي عندي. علاش؟ لانه باع الدماء ديال الوجه، والدماء ديال الوجه غالي. بالنسبه للناس قلتي لي عندك واحد القناه ديالك، الا بغاو يدخلوا معاك يتابوناو. عندي قناه ديالي في اليوتيوب اللي هي الاسم ديالها جواد الحداوي، دخلوا وشوفوا المسالك اللي كيسلك جواد الحداوي في الباديه، المعاناه ديال جواد الحداوي، غيتعرفوا على بزاف ديال الحوايج، غيتعرفوا على ما تبقى من الحياه ديال جواد الحداوي. والرقم ديالك شنو هو؟ 06 عفوا 06 15 71 42 04. بالنسبه للام ديالك، كيفاش مسكينه وصلت كيفاش مسكينه انها كافحات وواصلت معاك حتى وصلتي لهذا السن هذا؟ يعني الام ديالي تحيه ليها كبيره، هي والاب، لانهم تيبقاو تاج الراس، وتيبقاو يعني هما القدوه، هما اللي علمونا بزاف ديال الحوايج اننا باش نكونوا قويين في هذه الحياه. ما لقاش معايا واحد الصعوبه اللي هي كبيره، لان هي سبحان الله من الفطره ديال الوالدين انهم خلاوك تعتمد على راسك، لانهم يعني في الدين ديالهم ان واحد النهار غيغادروا ويخليوك، واخا ما تنعرفوا شكون السابق، يعني دايرين داك الاحتمال في البال ديالهم. الام ديالي ما لقاش معايا واحد الصعوبه، وما يعني حاولت تعيشني بديك الكرامه والعز. الحمد لله، الله يخليك. يعني شي كلمه الاخيره للجمهور اللي كان كيتابعنا دابا؟ كنقول لهم شكرا لكم بزاف، وتحيه كبيره لكل من كيتابع هذا اللايف هذا، وكل من كيتابع هذا المباشر. فكنقول لكم تحيه كبيره، واساله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعني بكم في هذا البث المباشر، وكما وصلني للقلوب ديالكم ووصلني للمنازل ديالكم، ان يجمعنا في الفردوس الاعلى مع سيد الخلق وحبيب الحق عليه افضل الصلاه واتم السلام. ان شاء الله نختموها بشي ايات من القران. على راسي وعيني ان شاء الله، على راسي وعيني، وكنتمنى من الاخوان دعوه بحسن خاتمه يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. كنعتذر الإخوان لأن الصوت راه تيمشي شوية مع السفر. الله صدق الله العظيم. شكرا الأخ جواد. متتبعينا على جدة صوت الملاحظ، كنتمناو أنكم هذا الفيديو تبارطاجيو وتشجعوا الأخ جواد. دمتم في رعاية الله. تشتركوا في قناة الملاحظ باش يوصلكم من جديد كل الأخبار الوطنية والدولية.